والله جوعان. الله ينطيك لا تروح. جوعان والله. لا تروح. جوعان والله جوعان. والله ما اكل لفه. إيه. ليش؟ وجاي يركضون ورانا ذول الشرطة ما يخلون. مشكلة الشرطة ما يخلون يدخلونه. إيه. ايش حصلت اليوم؟ والله خشوا. لا بس. والله بعدنا حتى ثروة. زين انت زين السؤال الاخر نعطيه الاهلي، انت ما تنطيهم. انا المن هم عنده اللي احد ليش طالع. زين اهلك لو جماعة يعني هم متبنيكم، احنا كل جماعة بالبتاوين يمنا هم متبنين، يقول جيب لنا فلوس وننامك يوم واحد بالفندق عندنا. لا تعطي لاهلك لو يعني ولا جماعة. اهلي. قد حصل يوميا؟ ما اليوم طلعت. انا قد حصل يوميا؟ يمكن يوم حصلت 15. انه يحصل يوميا 100,000؟ وكذا تحصل يوم 40,000 ها. اليوم والله. وهسه قد تحصل؟ انت شو؟ 40 تعطي لاهلك ومصرف لك. ها؟ مو قلت لك انا الحين ما محتاج شيء. لا ليش تشتغل؟ اذا اهلك محتاجين ليش جاي تشتغل؟ اي يقولون مصرف لك. إحنا زين ما- مصرف لك ليش ما تروح تدرس في المدرسة؟ ما يقبلون يعطون مصرف. ها يعني اهلك ما يقبلون يعطوك مصرف فيقولوا لك اطلع اشتغل هاي الشغله. بنيه ربع محتاجه بنيه. محتاج ربع يا بنيه ربع. الله يحفظك ان شاء الله. خلي شبابك ان شاء الله تنجحين. بنيه ربع. قاعد اكل جوعان. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. طيب ربع. هي ربع يا بنيه. اليوم قررنا الخروج على المألوف والنزول للشارع كمتسول حتى نتعرف على الأسباب اللي تدفع البعض للتسول، وأيضا نتعرف على المبالغ اللي يحصلون عليها وكيف هي معاملة الناس معاهم. تابعونا. حجي شلون ما عندك ربع؟ ربع حجي ما ماكل من روح بارحة. اشتغل احسن لك روح. حجي ما ماكل من بارحة وعندي اخوان حجي. روح اشتغل. كلنا عندنا اخوان. والله ما ماكل بدي اشتغل بس روح اسوي. اشتغل. والله عندي كلية هذا حجي. انا ما عندي كلير. وربع حجي. انا ما عندي كلير. ما تعطيني؟ لا ما اعطيك. ليش حجي؟ اعطيك عندي تعرف ليش؟ خرده. لان هذا فيلم دا اسويه. ليش حجي فيلم؟ حجي جوعان. يقدر لك يعني. عمو اعطيه ربع. والله ما ماكل من البارحة والله. من البارحة ما ماكل. اي هذا ما يكفيني والله عند اخواني. كفن مرة كذا من البارحة ماكل كفن ربع عم ربع. صمون ولبن بس ما اعطيه ربع الله يخلي جهالك. على الله يا والله الله يخلي جهالك. يخليك يا الله. امسح لك السيارة. لا حبيبي الله يخليك. خلال ساعة من التسول قدرنا نجمع هذا المبلغ من المال في تقاطع الجادرية، ثم انتقلنا بعدها إلى تقاطع الصرافية، وأيضا المبلغ زاد. إذا أعزائي المشاهدين رحلتنا ما زالت مستمرة للكشف على حيل المتسولين. تابعونا. جوع جوع والله جوع. عالم عندها صحيح. شفت شنو؟ عندها هواية سيمنا عندها هواية. خير منه. عندها عالم عندها فهذا تبذير يسمونه. يعني جماعة عندهم فلوس ويطلعون بهذا الشيء احنا نشوفه. ويقدون. صحيح نشوفه. اها والله. تعرف فيهم؟ كم القيلان موجودين هواي. يعني هم عندهم فلوس اي ويطلعون عوائل. ويطلعون اطفالهم حتى يقدون. صحيح. كمان. شو تريد؟ روح والله صيح الشرطة والله صيح الشرطة والله صيحهم عليك ما يخصك انت بيه. تلقيها عند الله ان شاء الله ربع محتاج. من الوالدش ينشش ان شاء الله ينشش. الله ينشش ان شاء الله. وفقك ان شاء الله. الله يخليك. جزاك الله الف خير ان شاء الله. الله يخليك يا اختي. عملية الحصول على هذه الأموال وما يجنيه المتسولون تذهب إلى جهات تتبناهم، لذا هذه الظاهرة تبدأ بالبشر وتنتهي بالأموال الغير شرعية. لبرنامج صباح الخير يزن